انا ما كنتش بقول سؤال، انا كنت بامركم انكم تجاوبوني. وبعدين كده القوه جايه منها هي، وبيكون شانكس واقف وراها. طب ازاي دوت؟ هو شانكس قلب ضدهم ولا ايه؟ وكمان هم مين اصلا؟ وكمان ده شانكس ولا واحد بيشبهه اصلا؟ وبتقتلهم كل العملاق التاني وبيمشوا من القلعه. وبيكون طاقم قباد القش بيحتفلوا بالوليمه. وبيكون العملاق ده اسمه يارول، وبيكون اكبر رجل فيها العالم، وبتعدى عمره 400 عام. وبيكون لوفي عاجبه طعم اللحم جدا، وبيكون يارول مصدوم لانه طبعا ما فيش بشر بيقدر يدخل عالم الشمس. كلهم بيظنوا ان العالم السفلي هو العالم الوحيد في الباف، وعشان كده هم بيهربوا من الجزيره. وطبعا بنشوف اوسوب بيحكي قصصه البطوليه، وطبعا برضو انتوا عارفينه بيكون كذاب وبيحب يزود الكلام من تلقاء نفسه. وبنشوف سانجي مستمتع مع الفتيات العمالقه وبيحتفلوا مع بروك، وبيجي رودو بيكون متدغدغ حرفيا ومتاسف لنامي والباقي. وبتكون جردي هي اللي اجبرته على الاعتذار، وبيقول له زورو حصل خير، على الاقل ما فيش حد مات. وكمان الافضل ان اوسوب وقفني، ده لو ما كانش وقفني لكنت قطعت راسك حينها. وبيخاف رودو منه، الناس دي مكافئتهم عاليه ما تستخفش بيهم يا رودو. بتقول له جردي يبقى يقطع راسه المره الجايه لو عمل حاجه. بيقول لها كل من ولد في الباف بيحلم يبقى حاكم الشمس ويسيطر على هذا العالم. وطبعا كل العمالقه بيتخانقوا، وده بسبب صفه حاكم الشمس. الاساطير عندهم بتقول ان هو حاكم الدمار او الضحك او التحرير حتى، ومش عارفين حتى انهي صفه الحقيقيه عنده. ونعرف ان في نصوص هارلي الخاصه بالباف بتنقل هالاجيال عبر الزمان، وفسرت تفسيرات كتير عن حاكم الشمس، ومحدش عرف صفته، ومفيش حد قدر يترجم ترجمه موثوقه. وكان بيوضع حاكم الشمس نيكا، وهو ظهر كبطل لايقاف دمار العالم او مدمر الذي يريد تدمير العالم. ولكن ده بيصير لما العالم يباشر تغييرا جذريا، وعشان كده اصحاب السلطه بيخشوا ظهور نيكا. بيقولوا لوفي ده باين الشخصيه دي اللي بوني كانت بتتكلم عنها. كل الناس التي تملكها اليأس وكان يلجأ اليه. وكان نيكا بيكتسب سحب بيضاء وكان يضحك وشعره ابيض. بيقولوا لوفي عشان كده هم بيقولوا انا بشبهه. ما انت هو فعلا يا لوفي، بس انا ماليش علاقه بيه، ده حلمنا كلنا نسبح نيكا. وعشان كده لوكي وهارول دوفي عاقبه ان يحاولوا يسبحوا نيكا، لكن بيتعصبوا منه. وما تتبررش حاجه لوكي كانه كويس، ولكن لوفي باين عليه نسي لوكي. ده لوكي ما عندوش ذره رحم وخير، ده امير ملعون. كان في نبوه قبل ولاده لوكي وهي موت الهارود على يد ابنه، وقدر حسام الحظ الخاص بالعائله ملكيا. وفي العام نفسه قتلت لين المحارب اليورا الاسطوري. ولدت لوكي توفيت من ولده لوكي بعد عام. وبعد كده لوكي اتخذ العالم السفلي ساحه لعب ليه، وقتل بعض الوحوش وروض بعضها واطلقها على القريه. وكل ده هو العاشره من عمره. مقالب لوكي لا حصر لها، نشر بها الدمار والنيران فيها البلاد. كل شويه هارد ما كانش موجود، بنعيش جحيم بسبب لوكي. وبعد ذلك حدثت الحادثه، لقد تم قتل هارد على يد ابنه لوكي اعظم ملك عرفته الباف. وكان هارد عايز يدمج الباف مع باقي العالم عشان ينزل سرير الخوف من الباف. وطبعا يارول عندما حاول منع لوكي. وقبل 6 سنوات تم القبض على لوكي على يد الاحمر الشعر شانك، ده كان هنا من قريب واحنا مش عارفين مكانه ووجهته. وبيكون لوفي فرحان جدا، لكن زورو بيشرب بحاجه من لوفي وبيتكلموا مع بعض. بيقول له انا شعرت بارتباك منك، بيقول له انا اتكلمت مع لوكي، بيقول له ده كذاب، سمعته السيئه بتسبقه، وكمان انت بيسخر خداعك يا لوفي بسبب شانكس. يعني انت تقصد لوكي بيكذب عليا، بس انا ما قابلتوش عشان احكم عليه، ده لو كذب عليا مش هحرره وهموته ضرب. ودي نامي انا كنت عارف ان في موضوع مستخبي. بيقول له زورو احنا هناخد المفاتيح، احنا هنعرف لو هو كذاب فعلا. بيكونوا رايحين القلعه، وبيكون رودو معاهم، وبتكون نامي خلته الخادم بتاعها، وده بعد ما صعق كتب زيوس. وبتكون نامي كل غايتها هي الكنوز الموجوده داخل القلعه. ونشوف الدخلاء بيتجولوا فيها العالم السفلي، وبيكونوا وصلوا للوكي، وبيكون فرحان جدا. انا فهمت عرضكم ولكن انا هرفض. وبعدين كده هم عرضوا عليه يبقى من فرسان المقدسين، ويبقى هم منهم فعلا. بيقول لهم الا يعني ذلك انكم من تنين السماويه، ومين اللي هيوافق يبقى حساله زيكم؟ وبيتكلم شانكس احنا نعرف ايه عنه، وبتقول له معلوماتنا قليله، كل ما نرسل حد بياخدهم غراب ومنقطع الاتصال. انا شايفه اننا نقتله. وبيكون اسمها غونكو وهي فريسه مقدسه، وبيسهر ديب ورا غونكو وبيامروا لوكي ياكلهم. لكن غونكو بتطلع حاجات غريبه وتلفها حوالين ديب، وكانت بتخنقه حرفيا. وبيكون لوكي مصدوم وزعلان على الديب. بيقول له شانكس انا هقدر انقذه لكن بشرط انك تبقى مننا، انت بتعمل معايا صفقه يبقى موت يا صديقي وانت مطمئن. انا عارف انك بتشعر بالغضب والحزن في نفس الوقت، لكن المحارب لا يفر من موته. انا سأتغذى على غضبك وسأدمر هذا العالم. وكده وصلنا للنهايه. يا ترى اللي هيحصل للوكي ده نعرفه في الحلقه القادمه. ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك الجميل على الفيديو.